لقاءات مع أبرز الشخصيات المغربية في بلجيكا مع الإعلامية الزهراء شداد من بلجيكا. صف بانك ملي كتمشي للمغرب كتشوف بحال هاد المبادرات هذه كاينه تما. نعم، في المغرب الحمد لله كنشوف ملي كنكونوا في المغرب كنشوفوا التضامن وكيجيونا بعض الناس كيطلبوا مساعده اللي كيضمنوا عواطفهم، وهذا الشيء كيفرح الحقيقه. ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم عاوتاني من جديد. معايا الضيف كذلك جاء الحافل هذا كنسميوه حنا حفل مرضى يعني السرطان، والجمعية جمعيات هي مجموعة جمعيات كما قلت قبيلات هي اللي كتنظم هذا الحفل هذا لصالح مرضى السرطان. الأخ الكريم تفضل أخ الاسم الكريم. السلام عليكم. هجام يوسف فنان في بلجيكا من اصول مغربيه. اولا خصنا نشكروا الاخت الزهراء على هذه الاستضافه، كنشكرك بزاف. العفو سيدي. انا من مواليد مدينه طنجه. خرجت من المغرب هذه واحد المده ديال تقريبا 40 سنه واستقرت هنا في بلجيكا من بعد ما قضيت واحد المده في اسبانيا. الحمد لله التحقت بالاكاديميه ديال الفنون الجميله هنا في بلجيكا. أول مرة كتحضر لهذا الحفل هذا إفطار يعني لصالح مرضى السرطان أول مرة؟ هذه المرة الثانية. عام الأول كنت هنا موجود والحمد لله هذه المبادرة كتفرحنا بزاف وكنتمناو تكون بزاف، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من مرض السرطان. راه واحد الفئة كبيرة وكيعطيوهم واحد القيمة وكيحتفلوا بهم وكيعطيوهم كيعطيو واحد النظره على اطاله على الناس مساكن. اكيد. ما كتشوفش الاخ يوسف بحال هاد الحفلات مثلا او هاد يعني كيحتفلوا نقدروا نقولوا واش كاينين مثلا في دول عربيه، ناخذوا دابا المغرب مادام ان احنا مغاربه، ما كتشوفش بانهم زعما يديروا مثلا يحتذيوا بهاد الفكره هذه اللي كتنظمها بلجيكا؟ الحمد لله ملي كنهاو المغرب كنجبر كاين بعض المبادرات الناس كاين فيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا رجعت لكم من جديد. معنا السيد مصطفى الحراق. تفضل السيد عرفنا بالاسم وعرفنا بعملك. السلام عليكم. أنا سميتي مصطفى الحراق، سيد مكابر هنا في كينغ من أصل مغربي. حنا مع الجمعية ديال فيزاتري جينيسيس واحد الجمعية تنديروا الشجير في المغرب والابيض كذلك، وكذلك تنشوفوا بحال القضيه ديال الصحه وهذا الشيء بحال اليوم هذا النهار تنحتفلوا بالناس اللي تعرضوا مساكن السرطان وهذا الشيء. واليوم تجمعنا كاملين من اجل الفطور ديال رمضان باش نفكروا نيت هاد الناس، لان هاد الناس مساكن اللي تيتعرضوا لمشاكل كبار. فهمتي اخ مصطفى، واش هاد الفكره هذه اللي دايره الجمعيات اللي دايرينها الجمعيات اللي كاين هنا في خينك، واش كتشوفها هي يعني فكره جميله مثلا يقدروا مثلا يطبقوها في دول اخرى منها المغرب؟ هي ايجابيه بزاف كاع في المغرب وكاين في المغرب لان هذا المرض ما كانش غير في الغرب، كاين في جميع الدول كذلك كيتعينوا فيه الناس بزاف. ما كرهناش ان شاء الله سميتو كاع الدول حتى يديروا بالنظره في هذا ويشوفوا نيت زعما بالنسبه لهاد الناس هادو. كاينين تجارب اللي هي جميله، كاين الناس اللي زعما تشافت من هذا المرض. ان شاء الله واحد شويه غندير معهم عاوتاني كذلك حوارات. كنشكروك حيدناك من المائده ديال الافطار بالصحه والراحه. رمضان كريم. يلا وعليكم السلام. مع السلامه.